إصرارك هذا يجعل أمراءنا تحت الشك. لن أبقيهم تحت الشك باستثناء أمير واحد مولاي. قل سيد أرطغرل، من الأمير الذي تشك به؟ الأمير سعد الدين. ما هذه الجرأة مولاي؟ السيد أرطغرل أصبح يقلل من شرفي ومن كرامتي في حضرتك مولاي، فليطلب العفو فورا. لا أقبل بهكذا افتراء. وبال الافتراء ثقيل جدا في نظري سيد أرطغرل. لقد لعن الافتراء في ديننا وعاداتنا مولاي. إذن فلتقم بإثبات ادعائك سيد أرطغرل. فليدخل محاربي الحاكم أرس إلى الداخل. أحضروا أرس. إذن ماذا تقول بحق ادعاءات السيد أرطغرل؟ السيد أرطغرل محق بادعاءاته، وأنا أحضرت إلى هنا من أجل أن أشهد بذلك. هذا الكلام هذيان من حاكم سابق وقع تحت الأقدام مولاي، قال هذا من أجل إنقاذ روحه. اخرس سعد الدين، قل كل ما تعرفه أرس. من دبر اتفاقي مع السيد بهادير لشراء سوق الخان الأمير سعد الدين. كاذب. تكلم مرة أخرى دون إذن سعد الدين، سآخذ رأسك هنا. ماذا كانت غايته من الاتفاق؟ كانت ستمر الكثير من القافلات من السوق، كنا سنتشارك معا العائدات من التجار الذين يأتون إلى سوق الخان. هذه كانت غايته. كنت أنت من نصب الفخ للسيد أرطغرل ومحاربيه في الطريق، ولكن من الذي أخبرك عن خروجه وعن الطريق الذي كان يسلكه؟ الأمير سعد الدين أرسل رسالة إلى كاترينا، وأنا كقائد توليت المهمة، لكن لو مات أرطغرل ذاك اليوم لكنا استعدنا كل أراضينا منكم. يكون الشخص الذي حاول قتلي في سوق الخان. وجدت أثر الطبيب الهارب الماهر في صنع السموم. رئيس أطبائكم سيؤكد كلامي مولاي. إنه السم الذي أعطي لك مولاي. الخائن الذي في قصركم الأمير سعد الدين مولاي. قول هذا هو دين على رقبتي من وفاؤنا للدولة ولكم. ماذا تقول بخصوص هذه الاتهامات سعد الدين؟ مولاي، رؤية سيد شجاع كالسيد أرطغرل قد أثار استغرابي يا مولاي. إن لم تدحض الاتهامات فموتك سيكون على يدي. جئت لحضرتكم كما أمرتم مولاي.
مولاي، أفعل كالأمير نظام الدين وأن أجثو على قدمي، هم سيصابون بخيبة أمل لا يؤاخذني أحد. نذل كهذا إن كنت تعتقد مولاي أن تلطيخ يديك بدمائي سيظهر الحقيقة، ذلك يشرفني. بناء على أمركم وبهدف تأميني في المنطقة، أقنعت السيد دوندار أن يبيع للسيد بهادير سوق الخان الذي بقي دون قيادة. فعلتها كي لا يأخذه هذا. لقد أعطيتك صندوقا مليئا بالذهب لشراء سوق الخان. من وضع السم لسلطاننا في سوق الخان وأرسل رسالة إلى أريس هو أنت أيها الأمير. كاترينا جاءت إلي وقالت إنها قد استلمت رسالة. هل كان توقيعي موجودا على الرسالة؟ باسم مريم العذراء تكلم. لم يكن، لكننا كنا نعلم أن الرسالة من الأمير سعد الدين. عار عليك سيد أرطغرل.